ازيكم يا جماعه، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا النهارده هعمل لكم المكرونه. انا مجهزه كل حاجه علشان انا الفيديو الاخير في المكرونه البشاميل جهزت معاكم البشاميل وجهزت معاكم العصاج وكل حاجه. انا هنا مجهزه البشاميل جاهز اهو، والمكرونه مسلوقه، وبرده الحاجه اللي انا هحشيها هحشي الدق. البشاميل مش ناقص له بس غير ان احنا نحط عليه شويه فلفل وشويه ملح كده. بس مش بتنزل شوية ملح حلوين كده عشان البشاميل بيحب الملح. بصوا بقى، قلب كويس كده. البشاميل اساسا ريحته لوحدها تحفة، والله العظيم مش بهزر، ريحته لوحدها تحفة. الطريقة دي انتوا لو جربتوها هتعجبكم اوي، طريقة لذيذة وسهلة ما فيهاش اي مجهود. هجيب البايركس دي قشطة، ودي المكرونة، وهجيب البايركس بقى اللي انا هحضر فيه دقيقة هدهنه بس سمنة اهو. ندهن بقى ايه الجوانب وكله عشان يبقى متظبط معانا على الاخر. الطريقه دي زي ما كنت قايله لكم ان هي ما فيهاش رقات بقى. انا بحط المكرونه كده كلها مره واحده، تمام. بحط المكرونه كلها مره واحده وبنزل بكميه صغيره كده من البشاميل، يعني حبه كده ايه، مش كتير خالص. وابتدي بقى ان انا اقلب، عشان انا عايزه البشاميل يتغلغل جوه المكرونه. انا المره اللي فاتت عملتها، الولاد حبوها بطريقه فظيعه لان هي بجد خطيره خطيره خطيره. بصوا بقى، انا هحشي صدق، هنزل الصدق واوريهولكم. نزلت هنا بقى بالصدق، بصوا الجمال. نقلب بقى كله في بعض. انا هنا التركايه معايا مش في الخلطه، التركايه في التحضير بقى. وعلى فكره الصدق طريقته هنا غير اي حاجه، وطريقته تحفه. انا حاطه عليه صلصه، بحب الصلصه قوي في البشاميل عامه يعني، بس كمان مع الصدق يا جماعه موديه الدنيا في حته تانية والله يعني. متقلقوش يا جماعه، الرخامه نضيفه بتلمع يعني، ف اي حاجه بتقع عليها تمام. بصوا بقى، هظبط الدنيا كده واوريكم. انا وزعت كل حاجه وكل حاجه بقت تمام. اهم حاجه ان الحشوه او الحاجه اللي احنا بنعمل بيها تكون متوزعه في الصينيه كلها، عشان مفيش حته تكون مليانه وحته فاضيه. بصوا بقى من قريب، هي تحفه بجد، تحفه بكل المقاييس، ولما تجربوها هتعجبكم. نحط بقى البشاميل، بسم الله كده. شايفين بقى يا جماعه، هوزع بس البشاميل. سويت البشاميل هنا، هنبتدي بقى نحط القشطه دي من على الوش. هي القشطه بس جامده مني شويه علشان كانت في الفريزر وانا طلعتها متاخر. القشطه بقى بتودي الاكل في اي اكل في حته تانية. وعلى فكره انا مغرقه يعني، حاطه جوه البشاميل قشطه كتير برضه، بتخلي الطعم يا جماعه خطير. انا عايزه بس اخليها تسيح شويه، بس ما عنديش وقت خلاص. انا طالما الحاجه اتعملت هبقى عايزه انجزها عشان تدخل الفرن وابدا اجهز الحاجات التانية. بصوا بقى كده، هحط برضو كام حته سمنه كده من على الوش. وبقى كده الصينيه جاهزه، مش ناقصها حاجه غير ان هي تدخل الفرن. هتقعد بالكتير قوي ربع ساعه في الفرن، بعد كده هبتدي ان انا اشغل عليها الشوايه. بصوا بقى يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله تحفه. انا النهارده صاحبتي جت تتغدى معايا، فانا عملت لها الصينيه دي. قولوا لي رايكم بجد لو عجبتكم. وبالنسبه لطريقه الصوص بتاع البشاميل، كل حاجه انا كنت عاملاها في الفيديو اللي قبل كده، عشان كده ما رضيتش اطول الفيديو واعملهم من الاول. بس يا جماعه هي ريحتها اصلا خطيره من قبل ما تدخل الفرن. هدخلها الفرن وهوريها لكم. انا مجهزه البانيه متبل اهو، مجهزه برده خلطه تانية للبانيه، الاتنين جاهزين على التحمير على طول. فيلا بينا ندخل بقى الحاجات في الفرن، واول ما كل حاجه تجهز هوريها لكم.
جماعة طالعة تحفة، طالعة تحفة، والريحة مقولكوش بقى. وهنا بقى البانيه كانت بتتحمر وكل حاجة ابتدت تكون جاهزة. المكرونة طالعة تحفة زي ما انتوا شايفين كده، بس انا مش هقطعها هنا بقى. هنا بقى يا جماعة زي ما قلتلكوا ان صاحبتي كانت جاية تتغدى معايا وكانت وصلت وكل حاجة كانت بدأت تكون جاهزة. المكرونة يا جماعة كانت تحفة، كانت اكتر مما تخيلتها ان هي هتكون حلوة، بجد طعمها كان فظيع. والبانيه كمان دي تتبيلتين مختلفتين، انا كنت عاملاهم في اخر فيديو ممكن برضو تقدروا تشوفوه. وبجد اليوم كان حلو قوي واتبسطنا والولاد لعبوا مع بعض وكانت حاجة جميلة بجد يا جماعة. ربنا يديم علينا حبايبنا والناس اللي بنحبها. هنا بقى هي كانت بتقول رأيها في الأكل، بس أنا معرفتش أطلع لكم الصوت لأن كان صوت الولاد دوشة بقى بطريقة ما تتخيلوهاش. بس بجد كانت تحفة زي ما انتوا شايفين كده، وطعمها ولا أروع من كده. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا لي في القناة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، تعليقاتكم مهمة جدا بالنسبة لي وبتفرحني جدا. طرية وجوسي وطعمها فظيع يا جماعة. وبس كده.